يا مساء الورد والياسمين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل محشي كرنب وهنعمل مكرونة بشاميل. طبعا هنا أنا عاملة صينيتين محشي وصينيتين مكرونة. يومنا كان طويل، يلا نشوفه مع بعض كان عامل ازاي. أول حاجة هبدأ بمحشي الكرنب. هعمل الصلصة بتاعته. هبدأ بزيت، وهنا عندي برضو كيلو من البصل عاملاه في الكبة، وملح وفلفل. ان انا فرماه في الكبة، بس يعني مش مفروم خالص، يعني متوسط، اكبر من حباية الرز بشوية. طبعا اول مرة يدخل عندي، انا قناتي متخصصة في كل الاكلات العربية ومش المصرية بس، فياريت اللي يدخل عندي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويسيب كومنت ولايك وشير للفيديو عشان الكل يستفاد زي ما استفدتوا. هنا طبعا انا هدي تشويحة للبصل حوالي 5 دقايق بس، عشان الكمية كبيرة مش هتاخد اللون، انا مش عايزاها تلون. اللي يحب يتابعني على الفيسبوك صفحتي اسمها مطبخ كاما، وعلى التيك توك كمان مطبخ كاما. وبعد ما البصل دبل خلاص انا هنزل بالصلصة. طبعا بعد الصلصة كل واحد يحب البهارات اللي هو بيحبها يضيفها. انا عن نفسي مش هضيف غير البابريكا والشطة حارة فقط لا غير، مش هضيف اي حاجة تاني. دي حرية شخصية، كل واحد يحب اللي يضيفه يعني اوكي معاه. بس في ناس برضو بتحب تحط الكمون، بس انا لا، ما بحبش ريحة الكمون في المحشي بالاخص. بس هضيف ليهم شوية مية، وبعد كده هسيبهم يتسبكوا حوالي 10 دقايق. انا الكمية دي يعني بدأت فيها من اول اليوم. اخدت في المحشي، في لف المحشي بس ساعتين، غير تحضير يعني التسبيكة والسلق الكرنب وكده. يعني اكتر، يعني حوالي 3 ساعات او 4 ساعات عشان يخلص في 5 دقايق اكل. انا نفسي اشوف اللي اخترع المحشي ده، يعني حرام عليه اللي عمله فينا. عامل زي راتب اخر الشهر، نشتغل الشهر كله عشان نقبضه، وبعد كده بيتصرف في يومين، واحنا المحشي نفضل نشتغل فيه اليوم كله وناكله في 5 دقايق. طبعا هنا انا عاملة في طاسة عميقة عشان تكفي الكمية بتاعتي. انا عاملة كيلو بصل. انا ضفت كيلو رز، وهضيف الكيلو طلع معايا يعني طبقين ونص. وبعد كده هضيف الخضرة، الكزبرة والبقدونس والشبت بتاعة المحشي اللي ما فيش حد يقدر يستغنى عنهم، يعني في المحشي بالأخص بيعملوا روح للمحشي.
هنا انا بعد ما خلصت التتبيلة كلها، انا بظبط في التسبيكة بتاعت المحشي. انا طبعا سلقت الكرنب وجهزته. انا عن نفسي سلقته بمية وملح فقط لا غير، بس في ناس بتحب تضيف الكمون. انا ما حطيتش كمون، بس عملت الثلاث كرنبات دول. انا ما صورتش انا وبلف البتاع ده بياخد وقت طويل، انا وبلف المحشي. طب هنا بعد ما خلصت كل الكمية صينيتين، هعمل لهم التشريبة بتاعتهم وادخلهم الفرن. مش هسوي في الحلة النهاردة. التشريبة انا بعملها مية بتاع ده مرقة وصلصة وملح وشطة حارة. كل صينية اخدت كوباية ونص من التشريبة دي. طبعا انا مسخنة الفرن على اعلى درجة، وبعد ما اسقي المحشي هغطيه بالفويل وادخله الفرن حوالي من ساعة وعشرة لحد ساعة وتلت، مش اكتر من كده. درجة حرارة عالية. انا لما خلصت المحشي حسيت ان انا انجزت، يعني عملت انجاز في حياتي. هنا غطيت المحشي خالص بالمية كده. تمام، ريدي تو جو. تدخل الفرن تطلع لنا مستوي. هنا هبدأ البشاميل بصراحة يعني اسهل بكتير من المحشي. هعمل الصينيتين. فرمت بصلتين متوسطين وهضيف ملح وفلفل. مباشرة هنزل باللحمة المفرومة عليهم، مش هستنى البصل ياخد لون او ياخد تشويحة ولا الهواء، لا انا على طول. على طول. هنا نزلت بكيلو وربع لحمة مفرومة. اللي بتاعة دي حلوة، بتفكك معايا اللحمة. طبعا انا في البداية ما حطيتش لا اي سمنة ولا زيت انا معتمدة بس على المية بتاعت البصل واللحمة، الدهون بتاعت اللحمة تنزل يعني يتشربوا من بعض. بس هنا بعد ما اللحمة اخدت اللون، فتح اللون بتاعها، حطيت الصلصة والشطة حارة وبابريكا. النهاردة كل الاكل سبايسي. بس هسيبهم يتسبكوا يعني ربع ساعة تلت ساعة لحد ما اجهز المكرونة والبشاميل. هنا المكرونة سلقتها بمية وملح بس. هنعمل البشاميل. طبعا انا شغلت على حلة البشاميل، وفي نفس الوقت النار متوسطة مش عالية.
البشاميل كل الناس عارفاها يعني، ما فيهاش اختراعات ولا افتكاسات. بس اول حاجة السمنة، بعد كده الدقيق ونميكست مع بعض، وبعد كده هنزل باللبن يعني شوية بشوية. انا عندي كوباية دقيق عشان انا هعمل بشاميل للصينيتين. مهدين النار خالص عشان يعني اللي بتاع ده ما يعملش كتل معانا. نميكس كويس. هنضيف اللبن شوية بشوية. لو ضفنا اللبن كله مرة واحدة هنلاقي البشاميل كلها كتل معانا، هيبقى صعب ان احنا ندوبها. انا ما بحبش اضيف اي كريمات ولا اي جبنة في البشاميل. انا اخدت حوالي 2 كيلو لبن. ممكن نستخدم كيلو لبن وكيلو مثلا مية. اضيف الملح والفلفل الاسود. المهم البشاميل يعني يستوي على نار هادية شوية، عشان ما يلسعش في الحلة من تحت اللبن. نخلي بالنا دايما نقلب فيه كل شوية. بعد ما خلصت كل محتويات المكرونة بشاميل، انا هنا بدهن الصينية زيت، وهنزل بأول شيء شوية بشاميل. هنا عاملة صينيتين. المكرونة بعد ما سلقت انا غسلتها بمية ساقعة عشان ما طبعا انا اللي بحطهم في الصينيه دي بحط زي يعني في نفس الوقت انا بحط في الصينيه التانية، يعني انا شغاله على الاتنين مع بعض، ما خلصتش واحده واحده. طبعا هنا اللحمه انا عاملاها جوسي، ما سبتهاش تنشف في الميه بتاعتها، يعني خليت فيها حبه شويه يعني فاضلين في اللحمه. بامانه يعني بصوا، كل اللي اكل من المكرونه بتاعتي ولا المحشي بامانه يعني بيقولوا لي واو. بس وبعدين انا كل العزومات بتاعتي لازم اعمل فيها مكرونه بشاميل ومحشي. اي نعم يعني هدت حيل وتعب وكده، بس انا ببقى مبسوطه بالناس اللي بتجيني يعني وحابه ان انا اعمل لهم اي حاجه هم بيحبوها او تفرحهم. فانا بحب كده يعني التعب عشان خاطر الحبايب يعني بيهون بصراحه. بس هنا غطيت ال اسمه ايه ده المكرونه بالبشاميل. طبعا انا بحب ازود بشاميل.
يعني ما فيش منها ضرر، انا ما حطلهاش لا كريمة ولا جبنة ولا اي حاجة، هي لا هي خفيفة خالص بس باللبن. طبعا هنا انا وشغالة في اللحظة دي ال- الكرنب يعني استوى، فانا طلعت الكرنب وهدخل البشاميل وراه على طول، تكون الفرن سخنة. طبعا هنا هستخدم بيضتين عشان صينيتين مكرونة. انا بحب يعني اضيف شوية صلصة تدي الوش المكرونة لون حلو خالص، احلى من الجبنة والكلام ده كله. طبعا كل اللي جرب الطريقة بتاعتي يعني هنا بصراحة بتطلع من المكرونة معاه خرافة. الشكل المكرونة مش محروق او كده، ويعني العين بتاكل قبل البوك بصراحة. فمعلقة الصلصة دي يعني رهيبة، فعالة بطريقة فظيعة، بتخليكي تشوف المكرونة من اول ما انت شايفة نفسك تاكل منها. بس طبعا هنا ايه، انا عشان مستعجلة ما فيش وقت ان انا ادهن بالفرشة وبتاع، لا انا فضيت شوية وبعد كده يعني اوزعهم بالفرشة. هنا عندي النار سخنة، الفرن سخنة. ف يعني هياخدوا ساعة الا ربع بس، عشان اوريدي الفرن شغالة لها ساعة ونص. لكن لو ان انا هسخن مخصوص الفرن للمكرونة هتاخد يعني نص ساعة. انا بعد ما خلصت يعني الفينش بتاعهم هدخلهم على طول الفرن. هنا طلعنا المحشي، واو 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 فظيع، يعني تسلم ايدك. وبألف هنا وشفا يا رب على اللي اكل يعني. بصراحة يعني الاكل عجبهم، قالوا لي انتي رهيبة رهيبة. بس فكان تحفة، وكانوا حابين برضو فيه انه الشطة يعني، فعجبهم خالص. هنا برضو البشاميل طلعتها، اخدت ساعة الا ربع. ألف هنا وشفا يا رب على كل اللي اكل. باي باي.